هو ليه المتوفي او الميت بيحس بينا واحنا ما بنحسش بيه؟ ليه هو دايما بيبقى شايف احنا بنعمل ايه واحنا مش شايفين؟ طيب، هو طبعا احنا بنحس او بنشوف المتوفي بالتخيل، ان احنا متخيلين رد فعله من معرفتنا بيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال الحتة دي، قال ان انت بتشوف بالتخيل، لكن المتوفي بيبقى حاسس بيك، بيبقى شايف انت بتعمل ايه. الاعمال بتعرض عليه، اعمالك بتعرض عليه، الحاجات الكويسه اللي انت بتعملها بتعرض عليه، بيشوفها، بيشوف حياتك عباره عن ايه، الحاجات الصح اللي انت عملتها والحاجات الغلط، دعيت له قد ايه، عملت ايه وقلت ده صدقه جاريه ليه، عملت ايه عشان تخليه يحس ان انت كويس، عملت ايه في مصلحته. فدايما هو بيحس بده، دايما بيبقى شايف ده. ربنا قال والحديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. واحدة من الثلاثة دول ولد صالح يدعو له. وطبعا المقصود مش ولد اللي هو راجل يدعو له، لو ولد او راجل بيدعي لوالده او لوالدته، او لو بنت بتدعي لوالدها او لوالدتها، او اي عمل صالح او اي صدقة جارية عملتها ليهم، ده كله في ميزان حسناته. كل حاجة انت بتعملها في الحتة دي هي في ميزان حسنات الاب او الام اللي ربيتك بالشكل ده، او اللي انت حاولت توصل لهم صدقة جارية، حاولت تعمل عمل صالح يوصل لهم، لان هم اللي محتاجين ده. انت عايش في الدنيا، بتخرج، بتنام، بتشوف صحابك، بتروح الشغل، بتقابل ناس، بتكلم ده بتكلم ده، بتتكلم في التليفون مع اولادك، مع مراتك، مع اصحابك، بتاخد كورسات، بتشتغل، بتعمل اي شغل. المهم ان انت في الحياة مشغول، مشغول لان في حاجات بطبيعة الحياة وسنة الحياة شغلاك، فانت مش طول الوقت مركز مع اللي توفى. لكن ومن نعمة ربنا علينا ان احنا بننسى طبعا، لكن المتوفي هو موجود في مكان اسمه البرزخ، حياته عامة في القبر او في القبور يعني ماشية بسيستم ان هو متعلق بيك، بيشوف انت بتعمل ايه، بيشوف ايه الحاجات الصح اللي انت بتعملها، بيشوف الحاجات الغلط اللي علمها لك، وبيشوف الغلط ده رجع عليه بايه، وبيشوف الحاجات الصح اللي علمها لك والصدقه الجاريه اللي علمها لك، والحاجه الصح اللي عملها فخلتك تديله صدقات او حسنات طول الوقت. هو مات وما عندوش حاجه تجدد الحسنات او تزود الحسنات بتاعته، لكن معاملتك انت، الصدقه اللي بتعملها، الصلاه اللي بتصليها وتدعي له، الزكاه اللي انت بتعملها، جبر الخاطر اللي انت بتعمله، ان انت وانت ماشي في الشارع لقيت حد ينفع تجبر خاطره ولو بكلمة، كل دي حسنات رايحه له. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، واحدة منهم ولد صالح يدعو له. أشوفكم على خير، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.